ياه، الترنيمة نزلت أخيرا. يا خبر أبيض، دي خدت وقت ياما، بس أنا فرحانة بيها أوي. أروح أشوف بقى إيه، كام لايك وكام كومنت. أكيد العيلة طبعا شاركتها وتشجيع، مفيش بعد كده تاني. ما أنا عارفاهم بيستنوا لي أي حاجة أنزلها عشان يشجعوني. ترنيمتك ترنيمتك، ضحكة باكية ضحكة باكية. إيه ده؟ 2 لايك، 3 كومنت. طيب مين اللي عمل كومنتات؟ إيه ده؟ الناس مش من العيلة. راح اتصل بيهم، بس الاول قبل ما اتصل اتاكد ان انا عاملاها معاهم، لحسن انا مجنونه ممكن ما اخدش بالي واكون عاملاها خاص. بس خاص ازاي؟ ما في ناس معلقه يا عبيطه. برضه هتصل بيهم. اتصل بمين دي؟ ايوه، الو. ايوه يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. شفت الترنيمه؟ ما فتحتيش؟ طب بشوفيها وقولي لي رايك، ماشي؟ انت عارفه دعمك يعني بيخليني كده اتشجع ان انا اكمل. باي باي يا حبيبي، سلمي على عمو. باي. إيه، رن على قريبنا ده. الو، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ ايه رايك في الترنيمه؟ ما فضيتش؟ طيب ماشي، لما تفضى اسمعها وقولي رايك. ماشي، باي باي، سلام. طب استنى ساعه، استنى ساعه. اكيد طبعا كل العيله، اخواتي وقرايبي وحبايبي هيشاركوا، انا عارفه. ساعه. مم. اتاكد برضو الوضع العام. يا خبر ابيض، ده عدى ساعتين. اروح اشوف. ايه ده؟ 10 لايكات، 5 كومنتات. طب اشوف الكومنتات. ايه ده؟ كلهم ناس غريبة من الناس اللي بتشجعني دايما. هم ال5. ايوه، البت سعدية. البت سعدية دي عسل. هروح اسألها. مسعود، خلي بالك من الجاموسة عبال ما اجي احلبها. اتصل بالبت بس اشوفها ما جاتش ليه من المدرسة. واو، ده ميرو عطرين. ايه يا مير، ازاي؟ ترنيمة ايه؟ نزلت ترنيمة جديدة يعني؟ لا ما سمعتش. احلب الجاموسة. ايه اخلصها وبشوف. مبروك مبروك. مش فاضية صدقيني، مش فاضية. الجاموسة؟ طيب، خلي بالك من الجاموسة لا ترفسك. لما تخلصي افتحي وشوفي الترنيمة، ماشي؟ يلا باي باي. طيب، حلو الخواطر دي. دي كتير ما كتبتش خواطر. اروح اكتب خاطرة كده تنشط الصفحة. ايه ده؟ الخاطرة دي جاتلي من السنة اللي فاتت. ايوه، اكتر حاجة مزيفة فينا هي محبتنا لبعضينا. راح انزلها. يا ده لها سنتين منزلاها، والله الفيس ده حلو. جايب لي حاجات من الذكريات حلوه قوي. اكتر حاجه مزيفه فينا هي محبتنا لبعضينا. انا مش فاكره كنت كاتباها ليه، بس هنزلها. اعملها كوبي وانزلها. تمام. عقبال ما نشوف الترنيمه بقى. يا رب يشجعني الترنيمه دي، بنزل خواطر وترانيم. حاضر جاي، حاضر اشوف الفيس ده اللي قالت عليه ميرو. واه، وين اللي منزلاه ميرو ده؟ اكتر حاجه مزيفه فينا هي محبتنا لبعضينا. كله ده عشان قلت لها احلب الجاموسه. قصدها عليا ولا على مين؟ اه، ابن خالتي عايرين. ايه، ايوه ابوه، عامل ايه؟ مالها مير؟ منزل الكلام عنك. هتقول فيه ايه؟ اكتر حاجه مزيفه فينا هي محبتنا لبعضينا. عليك انت ليه عاد؟ لا 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 لا، ما يخلصنيش. هقول لها هتمسح. لا عيب عيب. ترمي عليك ليه عاد؟ لا 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 عيب، هقول. يلا سلام، هتصل بيها واقول لها دلوقتي. سلام سلام. عليا ولا على مين؟ اها، لبست في حد تاني. بحرن عليها واقول لها انا اعمل لها ايه؟ واه، انت عم تعترني. قال يا بنت عمتي، عاش من سمع صوتك. ازيك؟ زعلانه؟ زعلانه ليه؟ كفل الشر. ميرو؟ مالها ميرو؟ على الكلام اللي بنزلوه على الفيس ده. ما خبريش يا اختي، هيك تقصد مين؟ انت زعلانه انت؟ واخدها عليك. انت عارفه انها هترمى عليك يعني.
حصل حاجه بينك وبينه؟ لو ما حصلش حاجه ما تاخديها على نفسك ليه؟ لا يا حبيبتي، لا انت بنت عمتي برضه وقريبتي. لا هقول اتصل بيها اقول لها عيب وامسح الكلام وما ترميش على الناس. انت شفت الترنيمه بتاعتها اللي نزلتها؟ ما شفتهاش. امال شفت الخواطر كيف؟ طيب حاضر هقول. سلام يا بنت عمي. سلام. انا ما خبراش ايه حكايه التليفونات دي. يجي 5 تليفون يرن، ميرو وانت. امال الناس صح ما شافتش كيف الترنيمه. انا هقول لها، ارن عليها وهي حره. الو. ايوه يا ميرو، ازيك؟ اقول لك ايه؟ امسح بتاع اللي انت كاتباه ده اللي هتقولي عليه اكتر حاجه مزيفه فينا، قال محبتنا لبعضين. كيف عاد؟ بنت خالتك وبنت عمتك ابن عم لابوكي وبنت خال جوز اختك الناس كلها عماله تتصل بيا، العيله كلها اتصلت بيا دلوقتي عشان اقول لك عيب. امسح يا حبيبتي اللي انت حطاه ده. بصي يا سعديه، انا من ساعه ما نزلت الخواطر والدنيا اتقلبت. طب الناس دي فين لما بنزل ترنيمه؟ مادام هم مراقبين، مادام شايفين الصفحه، مادام كل حاجه ظاهره عندهم، هم فين؟ ليه لما بعمل عمل حلو سواء عيلة أو أحباب أو أصحاب ما بشوفهمش؟ ليه لما بنزل كلام عادي خواطر من الحياة الناس بتتخيل عليها؟ لو هما عارفين نفسهم مزعليني يبقى هما على راسهم بطحة، عشان كده حسوا بالكلام. لكن أكيد أنا مقصودش ده. بس ليه ما بيشوفوش غير اللي هما عايزين يشوفوه؟ ليه نجاحنا مش بيشوفوه؟ ليه فرحتنا مش بيشوفوها، مش فارقة معاهم؟ ليه لما بنعمل حاجة حلوة محدش بيقدرها، ولا عايزين يقولونا مبروك ولا يفرحونا ولا كاننا موجودين ولا بيعترفوا اصلا ان فينا موهبه ربنا اعطاها لنا يشجعونا عشانها؟ ليه يا سعديه؟ بصي يا سعديه، انا عايزه اقول لك اخر حاجه. دي صفحتي وده كياني ودي حياتي، والصفحه دي بكتب عليها كل حاجه وبحفظ عليها ترانيمي وخواطري اللي انا بتعلمها. انا مش موهوبه ولا مشاعرها واو، بس اللي على راسه بطحه زي ما بيقولوا وعارف انه مضايقني يجي يعاتبني. مش كل ما انزل حاجه يفتكرها عليه. ان في حاجات كتير قوي بكتب الصبح عن الحب، وبكتب اخر النهار عن الخيانه، بكتب عن الاصدقاء، وبكتب بعد كده عن الوحده. هو انا كده مجنونه؟ كل يوم كل لحظه اكتب خاطره عكس التانيه يبقى كل حاجه عليهم؟ طب ما يظهروا ويتكلموا في ترنيمه او في اغنيه ويعلقوا ويشاركوا ويتصلوا ويباركوا. ليه دايما احنا كده؟ عموما يا سعديه، ده اخر كلام. اللي عاجبه صفحتي يكمل، لكن مش كل شويه يقيدوني ويحسوني ان انا بكتب حاجه بلقح عليهم. انا ما بلقحش على حد. عايزه اقول لك رساله مهمه يا سعديه. لو حد زعلني والشخص اللي زعلني ده انا بحبه وبعزه هروح اعاتبه. لو ما يخصنيش الزعل مش هتفرق معايا ومش هيجي في بالي، مش هعاتبه لانه ما يخصنيش، فبالتالي مش هيجي في بالي ولا هشغل بنفسي ولا هشغل صفحتي بيه ولا هرمي كلام عليه. وبعدين انا عندي احلام وعندي طموحات وعندي حاجات بتفرحني شغلاني عن اللي قال واللي عاد واللي كره واللي حب واللي قال عليا واللي ما قالش. لا، مش فاضيه للكلام ده. فلو سمحتي، لو سمحتي يا سعديه، اللي اتصل بيكي قولي لهم دي صفحتها بتعبر بيها عن اللي هي عايزاه، سواء زعلانه فرحانه. اللي عاجبه الصفحه يتفضل، اللي مش عاجبه الصفحه وحاسس ان الكلام موجه ليه يراجع نفسه ويعدل دماغه هو، مش هعدل انا صفحتي. سلام يا سعديه. سلام.